من خلال الندوة التي كان من المفترض أن يقدماها معا جلسة بعنوان الإعلام والترند، ولم توضح ياسمين عز سبب غيابها أو اعتذارها من التواجد، وهو ما أغضب نيشان على المسرح ليعلق بعدها ساخرا قائلا: تلاقيها بتحضر الصوت الشتوي. وانتشر مقطع على الفيسبوك من منع دخول ياسمين عز وسخرية الإعلامي نيشان منها. وقد ظهر نيشان خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال انتظاره قدوم ياسمين عز، وقال: وينا ياسمين، أكيد بتحضر صوتها الشتوي. وقد كشفت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان على خلفية سخريته منها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور الندوة. وقالت ياسمين عز عبر حسابها في موقع فيسبوك: انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى. وأضافت: بناء عليه لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء إلى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقيا وقانونيا، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل، وتعزيزا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم.